ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل احسن مكرونة وايت صوص ممكن تعملوها، وهعرفكم ازاي نعملها ببديل الكريمة لو الكريمة مش متوفرة عندنا او الكريمة غالية. هقول لكم ان شاء الله تعملوا بديل الكريمة ازاي ويطلع زي الكريمة بالظبط واحسن كمان. Familiar, you're familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. اول حاجة هنا عندي مية مغلية على النار، هحط عليها ملح وهنزل بالمكرونة بتاعتي وهسيبها تتسلق. في نفس الوقت هكون حاطة طاسة على النار فيها معلقة كبيرة من الزيت ومعلقة كبيرة من الزبدة، وهنزل بالجمبري بتاعي واحدة واحدة، محطهمش فوق بعضهم. واول ما ياخد لون بسيط كده هبتدي اقلب الجمبري. مش عايزاه يستوي جامد معايا، ويقفل كده الحلقات بتاعته، تقفل الحلقة تقفل دايرة كده على بعض. عايزاه يكون طري معايا عشان الجمبري مش بياخد وقت خالص في السوا. هرش عليه بقى رشة من الملح ورشة من الفلفل بالشكل ده كده، واول ما لونه يغير معايا هبدأ ان انا اشيله. في نفس الطاسة هنزل بفصين كبار من الثوم وهقلبهم. اول ما ريحتهم تطلع معايا، مش عايزاهم ياخدوا لون خالص، هنزل بكوباية من الكريمة. لو انا ما عنديش كريمة او الكريمة غالية هستبدلها بكوباية من اللبن كامل الدسم عليه معلقتين كبار من القشطة واقلبهم كويس، هيديني نفس النتيجة بالظبط. وهنزل بقى بالجبنة بتاعتي اي نوع احنا عايزينه، شيدر، رومي. واول ما الجبنة تسيح مش هنستنى الكريمة تغلي، هنزل برشة من الملح ورشة من الفلفل. اول ما يبتدي يدوب لسه هيبدأ يغلي كده هنزل بالجمبري بتاعي. زي ما انتوا شايفين. وفي نفس الوقت هنزل بالمكرونة بتاعتي هتكون اتسلقت. طبعا الاكلة دي بتتعمل على قد الاكل على طول، علشان ما ينفعش ان احنا نسيبها تبرد، هي بتتاكل سخنة كده. هبدأ بقى ان انا اقلب كويس كده، يدوب بس ايه تتشرب من الصوص بتاعنا. هعدل الملح وهقلبها، وبالشكل ده كده هقدمها ورش على الوش رشة من الجبنة. شايفين بقى شكلها عامل ازاي؟ وطرية خالص مش ناشفة. شايفين؟ طرية خالص ومش ناشفة. وطبعا احنا بنعمل على قد الاكل بالظبط. وانا قلتلكوا بديل الكريمة بيبقى كوباية من اللبن، اهم حاجة يكون كامل الدسم، وعليه معلقتين كبار من القشطة وقلبهم كويس، هيديني نفس النتيجة بالظبط. هستناكوا بقى تقولي رأيكم. ما تنسوش بقى لو عجبتكم الوصفة تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس.